السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في قناة عالم باتول. وكيف ما كتشوفوا اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم كيك الاربع دقائق بالبرتقال كيجي اكثر من رائع. ما غنطولش عليكم ودابا نخليكم باش تعرفوا المقادير وطريقة التحضير. كنحتاجو هنايا 3 ديال البيضات، كنزيد عليهم كاس ديال السنيده وكاس ديال الزيت، فالكاس اللي غنعبر به السنيده هو اللي غنعبر به كلشي. كاس ديال الحليب اللي يكون دافي، واحد الكيس من الفاني، وغادي نزيد عليهم علبه ديال ياغورت الفواكه. هنا كيف ما شفتوا درت كلشي دقه واحده، كلشي كيتخلط دقه واحده، تقدروا تخلطوه حتى في الخلاط الكهربائي الا كنتم مزروبين عليها. صافي كنبدي هكا كنخلط بالتراب اليدوي. البيض اللي تكونوا جابدينه من قبل من الثلاجه ضروري. صافي كنخلط مزيان بالتراب اليدوي اولا بشي معلقه، ومن بعد كنضيف هنايا كاس ونص ديال الدقيق اللي يكون من نوعيه جيده، وزدت عليه كيس من خميره الحلوى. صافي كنغربل كلشي مزيان وكنبدي كنخلط. وهنايا تقدروا تضيفوا النكهه ديال البرتقال من حنا غنضيفوا البرتقال ديالنا المندرين، اولا تخليوها غير هكاك. هنايا انا ما ضفت حتى شي نكهه، خليتها غير هكاك وجات زوينه. فبالنسبه للمندرين ديالنا بعد ما قشرته، هنا كيف شفتوا خليت الحبات ديال المندرين صحاحين، وكل وحده كنقسمها على زوج. الا لقيتوا العلف فكتحيدوه، ما كديروش بالعلف ديالو بطبيعه الحال. من بعد كنجيب المول ديالي اللي دهنت له الجناب ديالو بالزيت اولا بالزبده، وضروري انكم تكونوا مفرشين له ورق الزبده ضروري. من بعد كنبدي كنضيف عليها تقريبا 3 المعالق كبارين ديال السنيده. بديت نرشها هكذا فوق ورق الزبده كيف ما شفتوا، وزعتها على المول كامل. وكنبدي كنسرح فيه المندرين ديالي. فالمندرين كنقلبوا على ديك الجهه اللي قطعت، غادي نوزعو على المول كامل. انا كيف قلت لكم ضروري انكم ديروا ورق الزبده، الا ما درتوهاش غادي الكيكه ديالكم من غادي تجيو تحيدوها من المول الوجه ديالها ديال البرتقال غادي تخسر لكم. فمن الاحسن ورق الزبده كيسهل عليكم كتحيدوها، ما كتخسر لكمش الوجه ديال الكيكه. من بعد كنخوي عليها وكندخلها الفران على نار مهيله، كنشعل عليها غير من التحت، طابت على خاطرها وعاد شعلت عليها من الفوق كيتحمر الوجه ديالها. هنايا بعد ما طابت كيف قلت لكم كنشعل عليها كيتحمر لها الوجه ديالها، وخرجتها من الفران وهي باقا سخونه. كنحيدها من المول، كندوز واحد الموس هكا من الجناب باش ما كيتخسر ليا الشكل ديال الكيكه، وكان نقلبها في شي طبسيل. كيف قلت لكم من كديروا الورق ما كتجيكمش صعيبه، ما كيتخسر لكمش الشكل ديال الكيك. هنا كيف شفتوا دغيا تقلبات معايا وتحيد بكل سهوله. صافي كتخليوها حتى كتبرد اولا كتقدموها سخونه بالصحه والراحه. فهذا هو الشكل النهائي ديالها، ما كنحتاجوش نزينوها. هذا هو الشكل النهائي ديالها، جات رطبه بزاف. والمندرين من الاحسن انه يكون حلو ما يكونش حامض، يكون حلو ديروه باش ما يخسر لكمش الكيك المذاق ديال الكيكه ديالكم. فهذا هو الشكل النهائي. كنتمنى الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم. الا عجبكم الفيديو كيف العاده ما تنساوش ديروا له لايك، تشتركوا في القناه، تفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. وبسلام عليكم.